دايما انت عندك جملة مشهورة بتقولها لنا ان فلوس المستثمر امانة في رقبتنا. ايه قصدك بالجملة دي؟ وعندي جملة تانية: الأموال المستثمرين في أيدينا كالجمر حتى تصبح كالتمر. حتى تتحول إلى تمر. الخوف دايما والقلق دايما من عملية الوفاء والالتزامات هو اللي بيحكم المنظومة التشغيلية عندنا أو عندي بشكل عام في كل مشروع أنا بشتغل عليه. دايما الأمانة مش أو مش يعني عدم الأمانة مش إن المستثمر يسرق الفلوس أو إن الشركة تسرق الفلوس. سوء الإدارة أنا بعتبره خيانة أمانة، لأن لو أنت داخلة مع واحد راح تشتري منه أرض أو تشاركيه على حاجة علشان هو عنده الخبرة دي، لو أدار غلط دي سوء أمانة. خيانة أمانة. الأمانة إن أنت تحطي الصورة الكاملة، تبيعي المخاطر قبل الإيجابيات، تطلعي شريكك على السلبيات قبل الإيجابيات. لأن علشان كده الشراكة اللي قايمة على المكسب بس مش حلال. صح. العقد اللي قايم من طرف واحد على العوايد والربحية فقط عشان كده مش حلال. لازم يكون المنصف للطرفين، الصورة تبقى كاملة. فالأمانة هنا الأول حاجة بتبدأ بالوفاء بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.